السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لما يبقى الكيلو ب 80 جنيه وهم يا دوب كوبايتين 2 دقيق وكوبايه ميه، يبقى حرام علينا لما نشتريه. تعالوا مع بعض نشوف. رحت اشتري مخبوزات من الفرن، لقيته بيقول لي الكيلو ب 80 جنيه. ليه يا عم ب 80 جنيه؟ قال لي الحاجه غليت يا مدام، انت مش عايشه في الدنيا ولا ايه؟ قلت له لا، خليهم زي ما هم مكان. روحت البيت جبت كوبايتين 2 دقيق وكوبايه ميه وعملت الكميه اللي انتوا شايفينها دي. طلعت قد ايه؟ طلعت كيلو ونص. كيلو ونص من كوبايتين دقيق وكوبايه ميه. اه والله العظيم كيلو ونص. تعالوا بقى بينا نصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه. شايفين؟ هشه وكريسبي وطعمها تحفه احسن من بره 100 مره. وانتي ضامنه حاطه فيها ايه ومكوناتها انتي عاملاها بايدك، انضف بكتير واامن بكتير على اولادك. وطبعا مش هتكلم عن شكلها، انتوا شايفين شكلها اللهم بارك تحفه وعامل ازاي. وكمان سواها وقرمشتها. والله يا جماعه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجب. تعالوا بقى بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف عملنا المقرمشات بتاعتنا ازاي. معايا بوله فيها معلقتين 2 كبار صلصه. صلصه عادي من بتاعه العلب دي. هبتدي بس افكهم كده مع بعض. مفيش اي حاجه حطيتهم عليه. هنزل عليهم بكوبايه كبيره ميه عاديه من الحنفيه. وهقلب المكونات بتاعتي كلها كويس جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنزل عليهم كمان بايه؟ هنزل عليهم بفنجان صغير زيت. ممكن تستخدمي زيت او ممكن تستخدمي السمنه او ممكن تستخدمي الزبده، اللي يريحك واللي متاح لك اشتغلي بيه. ده فنجان صغير بتاع القهوه تقريبا كده ربع كوبايه عاديه بتاعه الشاي. هنزل عليهم كمان بمعلقه ملح. ملح صغيره مليانه. علشان طبعا دي مكرمشات مالحه فمش هحط سكر خالص. وهقلبهم كويس جدا لحد ما الملح. انا هنا خلاص اتاكدت ان الملح بتاعي داب معايا. ايه بقى تاني؟ هنجي بقى بالمكونات الجافه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين 2.5 دقيق. ومعاهم معلقه صغيره بيكنج باودر. طبعا احنا مش هنستخدم خميره خالص. دي هي الماده الرافعه بتاعتنا بس في المقرمشات بتاعتنا. هنزل بالدقيق بتاعي شويه بشويه كده على الخليط السائل. كل نوع دقيق بيختلف لامتصاصه للسوائل، يعني انا ممكن ياخد معايا كوبايتين، ممكن ياخد معاكي انت اقل او اكتر. على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. انا مستخدمه ايه؟ انا مستخدمه دقيق عادي خالص لجميع الاستخدامات. وهبتدي اقلبهم كده، وكل ما الاقي الخليط لسه بيلزق في ايدي او عايز دقيق هحط له تاني. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ما تنزليش بالدقيق كله مره واحده. هبتدي بقى انزل كده بيه وابتدي اقلب الدقيق بتاعي. هبتدي بقى في المرحله دي هحط معلقه البيكنج باودر اللي احنا متفقين عليها دي تقريبا 5 جرام. انا بوريكم ان لسه باقي معايا دقيق. وهبتدي بقى اعجن العجينه بتاعتي كويس جدا. العجينه دي يا جماعه بتحب عجن كويس جدا. يعني اديها بقى عجن على قد ما تقدري، 10 دقايق ربع ساعه. على قد ما تقدري اديها. كل ما تديها عجين كويس هتديكي نتيجه كويسه جدا. كل ما تعجنيها هتديكي نتيجه كويسه جدا. هبتدي بقى الم العجينه بتاعتي كويس ونرجع نشوف هتبقى منظرها ايه في الاخر. انا هنا كنت عجنتها، خدت مني بالظبط تقريبا من 10 ل 11 دقيقه. شايفين شكل العجينه بتاعتي بتنط ازاي؟ عملت لها عرق كويس جدا. هشتغل فيها على طول، مش هسيبها بقى ترفع ولا تريح ولا اي حاجه. شايفين؟ اهم حاجه تخلي العجينه بتاعتك ملساء وليها عرق كده. هنبتدي بقى نجزء العجينه بتاعتنا على طبق، على صينيه اللي متاح لك اشتغلي عليه. هتدهنيه بس دهنه زيت، وبرده نفس النظام هتدهني ايدك دهنه زيت. وهنبتدي نجزء العجينه. هنجزها قد ايه؟ انا تقريبا مقطعاها قد الليمونه الكبيره او اكبر شويه. برضو دي حاجه راجعه لك، عايزه تكبري تصغري دي حاجه راجعه لك انت على حسب سطح العمل اللي بتشتغلي بيه. اهم حاجه ما بين كل قطعه والتانيه تعوصي ايدك زيت. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبرضو لفي العجينه بتاعتك كويس جدا لما تيجي تقطعيها بالطريقه دي. وخلي سطحها معاكي ناعم علشان لما تيجي تفرديها المعجنات بتاعتك كلها تبقى سطحها املس. هغطيها بقى بكيس او فوطه نظيفه وابتدي اشتغل بيه على طول. برضو ما بتريحش خالص. على المفرش بتاعي هدهنه برضو دهنه زيت خفيفه كده. ما تكتريش خالص. هي المعجنات اللهم بارك لوحدها هتطلع ومش هتلزق منك خالص. جبت اول قطعه انا قطعتها وابتديت ان انا افردها بالطريقه دي. في المرحله دي اهم حاجه ان احنا نفرد المعجنات بتاعتنا كويس جدا. انا هفردها معايا قطعه العجين بتاعتي افردها كويس. عشان كده كنت بقولك تصغريها تكبريها دي حسب المكان اللي انت بتشتغلي فيه. انا اهم حاجه عندي ان انت ترققي قطعه العجين بتاعتك كويس جدا. شايفين شكلها او السمك بتاعها قد ايه؟ انا فردتها على هيئه دايره كده. وايدك بقى انت كل ما تحسي عليها بايدك كده هتعرفي انهي الجزء المليان شويه، الجزء الرقيق. حاولي انك تخليها كلها سمك واحد. وبقطعت البيتزا وهبتدي اجزاها 4 انصاف كده. وكل ربع هعمله 2. حابه تخلي الربع كده لوحدك براحتك، حابه تقطعيه 2. انا عملت بصراحه شويه كده وشويه كده. ودي حاجه راجعالك انت. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اظن الطريقه موضحه اكتر من الشرح. هوريكم دلوقتي سمك العجينه. شايفين سمكها قد ايه؟
على صينيه بقى معاكي، صاج، اي حاجه مش مدهونه اي حاجه خالص، وهبتدي ارص المعجنات بتاعتي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، باي شكل كان رصيها. هي مش هتنفش معاكي ولا اي حاجه في الفرن، زي ما هتحطيها زي ما هتطلعيها من الفرن. انا بعد ما خلصتها جبت شوكه وابتديت اخرم المقرمشات بتاعتي كده علشان ما تعلاش معايا في الفرن. ده خليط هغطي بيه المقرمشات بتاعتي، عباره عن ايه؟ عباره عن معلقتين صلصه او معلقه صلصه كبيره، حط عليها ربع كوبايه ميه ومعلقه زيت، وهبتدي ادهن بيها الوش. لو انت حابه في الوقت ده تسيبيها زي ما هي كده وتدخليها الفرن، خلاص عادي، هتطلع معاكي برضو تحفه وبسيطه جدا. لكن انا عشان لسه هحط عليها اضافه فلازم ادهن الوش بتاعها. ممكن نستغنى عن الدهان ده بايه؟ ممكن نستغنى عنه ببياض بيضه او بيضه كامله وندهن بيها الوش بالطريقه دي. اي حاجه معاكي هتشتغل. شايفين بالطريقه دي؟ في الوقت ده انا الفرن بتاعي شغال، علشان المقرمشات دي على قد ما هي بسيطه وسهله لازم لها حاجه معينه كده في السوا بتاعها، هنتكلم عليها دلوقتي. انا هنا معايا جبنه، اي نوع جبنه عندك، تركي، شيدر، موتزاريلا، اي حاجه عندك اشتغلي بيه. هبتدي ابشرها بشر رفيع كده، هبتدي احطها على وش المقرمشات بتاعتي. لو حابه تستغني عنها براحتك خالص، بالطريقه دي حاجه بسيطه كده. ودي جبنه عاديه خالص، رخيصه جدا، مش غاليه خالص، اللي هما بيستخدموها في المخابز. احط بقى الكميه بتاعت اللي معايا دي كلها، كل ما ادهن شويه كده اقوم جايه حاطه عليهم جبنه. ما تدهنيش المعجنات بتاعتك او المقرمشات بتاعتك كلها مره واحده، علشان على ما انت تيجي تحطي عليها الجبنه او تحطي عليها حبه البركه او السمسم هتلاقيها شربت الدهان بتاعك، فمش هتلاقي الاضافات اللي انت بتحطيها فوق بتلزق. انا هنا ابتديت ازود حبه البركه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. لو حابه تحطي سمسم دي حاجه راجعالك، لو حابه تستغني عن ده كله وترشي رشه كمون برضو دي حاجه راجعالك. في اماكن كتير بتحط عليها كمون وكزبره ناشفه يا دوب بتبقى مجروشه، حاجه بسيطه كده برضو بتبقى طعمها حلو جدا. انا اشتغلت باللي كان متاح عندي، وشايفين شكلها اللهم بارك تحفه. وادي الشكل بتاعها. طبعا طلعت معايا كميه كبيره جدا اللهم بارك. ده تاني صاج كنت مقطعاه، اللي انا قطعته بقى كبير، يعني التاني كان صغير، ده قطعته كبير كده. وهبتدي ازود بس عليه كمان رشه سمسم بسيطه. شايفين الشكل اللهم بارك، مطلعه كميه حلوه جدا. وكان في كمان صاج كبير. يعني بعد ما سويت المعجنات بتاعتي دي كلها لقيتها تقريبا كيلو 350. اظن امكانيات بسيطه جدا عملنا بيها اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها اللهم بارك تحفه في منتهى الجمال، نتيجتها حلوه جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. تعالوا بقى اما نتكلم شويه ونقول هنسويها ازاي. انا هسخن الفرن بتاعي كويس جدا. اول ما اخلص المقرمشات بتاعتي على طول هدخلها في الفرن، مش هسيبها تريح ولا اي حاجه. الفرن يكون ساخن جدا. بعد ما ادخلها هخلي الفرن بتاعي على درجه 150. اهم حاجه تكون النار واطيه. المقرمشات دي ما بتحتاجش نار كتير عشان ما تتحرقش منك. شغلش الشوايه خالص، بحطها على رف اوسط. بتاخد قد ايه في الفرن؟ تقريبا 10 دقايق، على زي ما قلت لك على 150 140. كل شويه اقلب الصاج. شايفين شكلها اللهم بارك، كميتها حلوه جدا، من كوبايتين 2 دقيق وكوبايه ميه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. اظن النتيجه بتاعتها واضحه، مقرمشه جدا، كريسبي، انضف وامن كتير من انك تشتري شيبسي لاولادك او حاجات من بره ما انتش عارفه هي معموله ازاي. اتمنى بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين المقرمشات بتاعتي عامله ازاي؟ شكلها وطعمها تحفه اللهم بارك. اتمنى ان انتوا تجربوه. وادي الكميه بتاعتي كلها، حاجه بسيطه جدا، ما خدتش منك اي وقت، ولا هتخمري ولا هتريحي ولا اي حاجه. هتعجني وتفردي وتقطعي في نفس الوقت. دمتم في رعايه الله وحفظه. اشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله.